واحد من الأماكن السياحية الحلوة جدا في مدينة اسطنبول وهو البازار المصري. في فيديو النهاردة هاخدكم في جولة بسيطة داخل البازار المصري في اسطنبول، فخليكم معايا وتابعونا. بصوا يا جماعة، ده من بداية المدخل كده، وده هنا كده طبعا هو زحمة كتير جدا من هنا. ده طبعا على الجنبين بيبقى فيه محلات كتير عطارة، وفي محلات صاغة وذهب، يعني في حاجات كتير. خليني بقى اخدكم في جوله بسيطه، لان ده واحد من الاماكن السياحيه الحلوه قوي اللي هتلاقوها في مدينه اسطنبول. طبعا البازار هتلاقي فيه كتير. بصوا حاجات من هنا، بصوا هتلاقي من هنا في حاجات كتيره، سواء ملابس، سواء مجوهرات، سواء حاجات اللي هي بتاعت العطاره. هتلاقي حاجات كتيره هنا في السوق ده. طبعا البازار المصري واحد من اشهر الاماكن السياحيه اللي هتلاقوها في مدينه اسطنبول. وهم عباره عن بازار كبير بيبقى واخد ناحيتين. طبعا في اماكن كتيره هتلاقي فيه سياح كتيره حلوه قوي. يعني المكان بصراحه في اماكن حلوه كتير جدا للتسوق. زي ما انتم شايفين انا بحاول اوريكم الدنيا. بصوا كده، ده من هنا كده زي ما انتم شايفين. طبعا المكان مخصص تماما لحته البيع والشراء بتاعت العطاره، والحاجات اللي هي بتاعت الملابس، اللي هي بتاعت الحاجات اللي هي الحاجات بتاعت العطاره، الاكل، الشرب، المجوهرات. زي ما انتم شايفين هنا في جزء كبير من المجوهرات. هنا في من الناحيه الثانيه بصوا كده، دي حبه حاجات من العطاره. فبحاول ان انا اوريكم الدنيا اكتر، فخليني اوريكم الدنيا اكتر من هنا. طبعا زي ما انتم شايفين، بصوا بقى هتلاقوا برضو هنا. بصوا انا عاوز اوريكم هنا، دي هنا برضو حاجات للصاغه وللذهب. يعني في محلات هتلاقوها نفس الكلام. ده هتلاقي فيه كتير محلات للصاغه والذهب هنا. وفي الناحيه اللي هنا دي حاجات اللي هي هدايا ممكن تاخدوها، حاجات للبيت، حاجات كتير. هتلاقي ده واحد من الاماكن المشهوره جدا في اسطنبول. هتلاقي فيه سياح كتيره بتيجي من كل الدول في المكان ده، طبعا عشان بتشتري هدايا، بتشتري حاجات كتيره مختلفه. طبعا زي ما انتم شايفين المكان برضو من هنا خدكم جوله فيه. وفي نفس الوقت هو فيه اكتر من كذا بوابه. دي بوابه من هنا، وفي بوابه من هنا، وفي من الناحيه ديت 4 بوابات يا جماعه. فخلينا نكمل الفيديو. طبعا كمان وانتوا خارجين من اللي هو البازار المصري ده، هتلاقي في سوق او اسواق كتيره زي ما انتوا شايفين. هنا في حاجات اللي هو الفواكه المجمده، في حاجات كتيره زي كده. وفي الجزء اللي هنا زي ما انتم شايفين. بصوا بقى الزحمه، خلي بالكم لان في ساعات كتير ماشي. فخلينا اكمل الفيديو تاني. في نهايه الفيديو يا جماعه، يا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناه. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار يا ريت تسيبوا لي في تعليق. شكرا ليكم واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.